بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير بصحة يا رب العالمين. درت لكم عجينة التريدة تاع الموس، لكن شفتوا الفيديو ودركا جبت نطيبها لكم بطريقتنا القسنطينية التقليدية. وتبعوني للاخر رايحين ما تعجن لكم باذن الله. شوفوا، نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. والمقادير ما فيهاش مقادير بزاف. نحتاجو طرف تاع دجاج، انا درت الفخاد، نتوما هنا تحبوا ديروا فخاد وطرف اللحم تحبوا كيما تحبوا. درت الحمص هنا ماهوش طايب، انا الكتاره نطيبو ومن بعد باش نرميه. كي عاد مرن نخبرك ماهوش طايب، لا حطيته من دركا باه يطيب. ودرت راس بصله كبير. لهنايا التريده تاعنا التقليديه راهي فيها الدجاج واللحم، الدجاج تاع الخروف واللحم، وفيها اللحم الحرش ولا الليبولات هذوك تاع الفيونداشي. وكل وحده مقدورو. المهم انا درتها هكا بالطريقه هذه باه نعت المتتبعات برك الطريقه كيف يطيبوها. درت لكم العجينه، سقسيتوني بزاف على الطريقه. وشوفوا دوك تشوفوها تجي كل حبه وحدها بسم الله ما شاء الله. درت الزيت، ودرت ونديرو مغرفه تاع السمن، ولا زبده كيما حبيتو. ندير ملح وفلفل الكحل، هادو هما ما نديروش فيها تسمى الكتارة تاع يعني الماكلة القسنطينية ولا الأطباق التقليدية فيهم غير ملح وفلفل الكحل، ما نكترش فيهم لي زيبيس. درت طريفة هكا تاع السمن، تقريب مغرفة. كيما قلت لكم اللي تحب دير هنا الزبدة دير الزبدة، تقدروا ديروا الزبدة اللي ما عندهاش السمن. ندي البرمة تاعي تقلى مليح. هذا هو السر في البنه، هو تتقلى البرمه تاعكم مليح على نار دليله، تبقاو تحركوا حتى تدبل هذيك البصله مليح. وهذاك الدجاج والله اللحم تاعكم يدي وقته في التقليه. الملح، المرقه البيضاء ديما يجري لها الملح، نحادروا برك ما نكتروش بزاف. شوفوا حبيباتي، هاني قاعده نعتلكم هنا كي تقلات مليحه، كتشوفوا حتى دبلت هذيك البصله وتبدل لونها. هنا المرقه تاعي مش حتجيني كحله من الفلفل الكحل ولا، تجي عادي عادي جدا. انا نطيب فلفل الكحل، ما جامي شريت الفلفل الابيض. نمر قبل ما تسخن، هذا تاني السر باش تجيكم الماكله تاعكم بنينه في اي طبق، يعني ديروه لازم تمرقوا بالماء السخون. جبت التريده تاعي، الاخت اللي سقساتني وقالت لي تفوريها زعما ونخبيها. لا لا حبيبتي، راني يبستها ونعدت لكم طريقه كيف يبستها. وها هي هذه عندها من با 3 ايام ولا كي خدمتها ويبستها ودرتها على جالكم باه تلقاوها العيد الكبير ان شاء الله. ديروا حتى 3 مغارف كبار تاع زيت اللي ناكلوا بهم. هذا راهو كيلو تاع تريده، قصيتها بلا ماشين هذيك. بعد شوفوا كيف الكاريات هذوك صغار، حنا التريده تاعنا التقليديه تكون شويه كبيره الكاريات، ونقصوها باليد. وعندي تاني فيديو قصيتها بيدي، فيديو من قبل يعني، هذا اللي فات الاخر قصيتها بلا ماشين باش نسهل عليكم. شوفوا نغلف مليح الحبات هذوك تاع التريده. كي تعود الحبات كبار، التريده هذيك المقصوصه كبيره، سيسوها اكثر من هذه ما تخوفش. بصح الكبيره قادره تتكسر لكم، تبقاو تحركوا وتعاودوا، قادره تتقسم. غلفت هذوك الحبات نتاع التريده كامل بالزيت، لازم تغلفوها مليح. دوك تشوفوا كيف نبخها بالماء، تشوفوا يعني لي زاستيوس كامل، اسرار نجاحها كامل دوك نمدهم لكم. انا التريده تاعي عجنتها مليح و... وفيها النشا وفيها دوك تشوفوا الكميه تاع الماء وما نخافش منها. اللي تعود التريده تاعها شريتها من برا تسايسها على قد ما تقدر. آه بعداك تعود ماشي مجربتها، لازم تسايسها، قادره بعيد الشر تتعجن ولا. شوفوني قاعده نقول لكم ما تضغطوش كي تحطوا بربوشه ولا ناعمه ولا اي حاجه تفور، ما تضغطوش، ديروا هكا برك زربعوها كما يقولوا في الجزائر وحطوها تفور. لهنايا لاستيوس هذه اللي البرمه، كاينين برمات يخرجوا لوفار ما تفور لكمش الحاجه، ديروا هاد لاستيوس حبيباتي. شوفوا هكا تقدروا ديروا بالهذا البابي كويسون ولا بالبابي الومنيوم ثاني تقدروا. ورق الالومنيوم ثاني يصلح ديروه. كاين حتى اللي يدير بالنيلون، بصح النيلون ماهيش براتيك كيما هكا. هذا يعاونكم يخرج لوفار ما شاء الله. شوفوا حتى تكملوا تفوروا الكميه اللي عندكم، ما يفسد ما يتقطع ما يروح ما يجي. شوفوا نحط فوق البرمه دوك تشوفوا تعاونك. شوفوا لوفار كيف يخرج كي تبدا تفور، حسبوا واحد، شوفوا تقريبا 5 دقائق فوتوا شويه
باللي يفارط مليح، لازم يخرج لوفار مليح، ماش منين تبدا تفور تزرب وتنحيوها، لازم كي يبدا لوفار هذاك يخرج احسبوا حتى شوفوا كيفاه راهي فايره، يعني ما شاء الله. شوفوا هنا هذه أي الفورة الأولى، دوك تشوفوا قداه نفورها، وكيما قلت لكم ماهيش المشرية كيما تاع اليد، يعني ماشي المشرية تاع لي ساشي تاني طيبتها لكم من قبل وجات لكل حبة وحدها، قصدي المشرية اللي يخدموها يعني في الديار ويبيعوا فيها، كاين اللي ما تكونش معجونة، كاين يخدموها ربي يسامحهم بالدقيق ماهوش مليح تعجن لكم. شوفوا هنا الكاس هذا تاع الماء، انا ما نخافش منها كيما قلت لكم راني عجنتها بيدي وخدمت يعني خدمت يدي، دوك تشوفوا الماء اللي ندير لها ما تفسد ما تعجن ما والو، بصح كي تعود تاع برا شوفوا لا كان كثرتوا الفنجان هذاك تاع اللي نشربوا فيه القهوه ولا التاي وما تصبوش كامل معمر، هك بالقطره وبخو بالقطره وبخو اي تعجن. اني نوصي فيكم ونعاود وماوش يعني قاعده يعني نكريتيكي في اللي يخدموا ولا، بصح هذا هو يعني الصح. قليل وين تلقاو وحده، يعني ماشي قليل وين تلقاو وحده اللي تروحوا تخدموا عندها طول باينه، راكو تديو حاجه مضمونه، بصح هذوك تاع الحوانت كاينين اللي كيما يقولها كعبر ومد العور، ما مش كامل يخدموا خدمه متقونه. شوفوا والدقيق تاني يلعب دور، الدقيق كي يعود مليح راهو يلعب دور. هنا راهي سخونه بصح راني هكا نبخ فيها. شوفوا الماء اني قاعده نبخ في الماء وما نخافش، هي قاعده تشرب الدقيق مليح ومعجونه مليح اي تشرب الماء، بصح كون جات كيما قلت لكم المشريه هذيك تاع الميزان تخوف. مام هذيك تاع لي ساشي درتها لكم بطريقتي وعندي الفيديو تاعها، راهي تاني جات كل حبه وحدها ودات مشاهدات بسم الله ما شاء الله. وتاني كان طالب من متتبعه قالت لي ديري لنا هذيك تاع لي ساشي، ما نعرفش نديرها كي نديرها تعجن لي، درتها بطريقتي. دوك نخليها لكم في صندوق الوصف، نخليها لكم في صندوق الوصف تلقاوها هكا. اللي ما تقدرش تخدمها تشري هذيك تاع لي ساشي، نعدت لكم حتى النوعيه المليحه اللي خدمت بها وشريوها وما تخافوش. شتو كي كملت بخيتها شوفوا كيفاه نشفت، شوفوا بسم الله ما شاء الله. خلي واحد 5 دقائق ولا فوتوا على روحكم 5 دقائق. شوفوا كل حبه وحدها الله يبارك. شوفوا ما شاء الله. هاني نقتلكم ونعاود خاطر تسمى كاين اللي تقول لك بالك ماشي معجونه مليح ولا، هذه هنا تعرفيها بلي معجونه مليح. لو كانت تكون مش معجونه مليح كنا كي صبيت هذيك الكميه كامله تاع الماء اي تعجنت في يديا. هذا برك جواب للي قالت لي ما عجنتيش مليح وهكا، هاي باينه حبيبتي. والفيديوهات نتاع الشخشوخه راهم عندي من قبل في القناه، روحي زيدي شوفيهم كيفاه كل حبه وحدها. شوفوا حبيبتي كي حطيتها فارت كيما قلت لكم تفور، هذه الفوره الثانيه تفور حتى تشوفوا لو فار هذاك خرج، احسبوا واحد 5 دقائق ولا تتاكدوا بلي فارت لكم مليح. حطيت لها الزبده كنت تشوفوا مغرفه بومبي، المغرفه الاخرى ماهيش بومبي. المأكولات التقليديه القسنطينيه ولا المعجنات يحبوا ليدام، وبكري كانوا يديروها يعني في وقت الله يبارك كان كل شيء يعني عندهم متوفر، والزبده تاع البقرات هي اللي يطيبوا بها. درك نطيبوا المهم تكون نوعيه مليحه. شوفوا تاني هنايا راني نبخ فيها بالمرقه تاعها. المرقه حاولوا تزودوا داك الليدام هكا اللي من فوق وصفيو. اللي تحب تصفي فرد خطره انا هكا يعني هزيتها على ما هكا كي نعودو نجمرو، احنا نقولوا نجمرو ولا نبخوه هكا في تختوخه ولا نديرو برك الكسكاس ويحكم لنا. اصلا كوشتو ما عنده محكم. البصله كنت رحيتها يعني ماهيش هذيك الخشينه طرف ولا اللي حتى يعني تبان. كون حبيت ما نصفيش ما تبانش. شوفوا نبقى هكا نحرك برك بالعقل حتى تدخل هذيك الزبده وهذيك المرقه في هذيك التريده. تدي البنه خليها تقعد واحد 5 دقائق تاني ولا حتى 10 دقائق. شوفوا هاي هنا هنا اي تبان لكم تقولوا بالك هي عجنت ولا ماشي عجنت، اصلا هي باينه بلي هي كل حبه وحدها. هنا تسمى هي تبان هكاك شغل لاصقه في بعضها هاك شويه ولا، دوك كي تشرب تولي كل حبه وحدها. كي تشرب هذاك هذيك المرقه اللي صبيت لها دوك تولي كيما كلي مازال ما صبيتلهاش الماء ولا كل حبه وحدها. شوفوا تخليوها هكا في القصعه تاعكم حتى انت تشرب مليح. ما تهزوهاش هي مازالت كيك مبلوله وتزيدوا تحطوها تفور، لازم تشرب مليح. شوفوا الله يبارك
راني نعت لكم ونأكد لكم التريدة تاع الموس راهي حساسة، راهي وعر من الشخشوخة، اللي ما تعرفش ديرها أي تتعجن لها. شوفوا حبيباتي لهنايا حطيت الملح، أنا درتها بيدي، أنا ديما المعجنات نديرهم شوية ناقصين ملح، تختوخة ولا ريشتة ولا كي بخيت هكاك بالمرقة هاذيك تاعها وذقت لقيتها شوية ناقصة ملح، هذه هي في الأول ذوقوا، كي تفوتوا تجمروا خلاص طفرت. شوفوا البصلة راني قلت لكم ما حكمتش، يعني كون حبيت نصبها بلا ما نصفي نصبها بلا ما نصفي، نخلط ندخل هذاك الملح مليح في التريدة باش تدي كاملة البنة ونزيد نخليها تشرب. هادو هما يعني الخطوات تبعوهم برك كاين اللي تعرف كاين اللي ما تعرفش. كي خدمت العجينة جاوني عدة أسئلة على الشخشوخة على التريدة، مالا هكا نحاول نشرح كلش باه ان شاء الله كامل تفهموني. المبتدئات طبعا نهضر مع المبتدئات، هكا ندير هكا ونخليها تشرب كيما قلت لكم 5 دقائق 10 دقائق حتكون شربت هذيك المرقه تاعها. شوفوا الله يبارك، شوفوا ها ما تلصق ما تروح ما تجي كيما قلت لكم. دوك نخلي لكم في الفيديو تاع العجينه كيف حضرتها راهي كاينه ماهيش قديمه، ولا تريده كيما قلت لكم تاع لي ساشي اللي تباع راهي تاني في قناتي، دوك نخليها لكم في صندوق الوصف. شوفوا حتى شربت مليح هذيك المرقه، حطيتها فارت، زدت فارت مليح لهنايا كي فارت خليتها حتى تحن نجمرها، حطيتها في الببوطه تسمى درنا لها 3 فورات، حطيتها في الببوطه زدت لها شويه تاع زبده، اللي عندها زبده تاع البقرات دير زبده تاع البقرات. شوفوا اني نصفي بصح ما عندها ما تحكم، يعني الكسكاس ما عنده ما يحكم. البصله تاعي دبلتها مليح دابت خلاص راحت. شوفوا نصفيها ونحطها تتجمر، وهذه هي كي تحطوها تتجمر تبقاوش تبقاو تحركوا كل وقت. انا ما تكسرت ليش يعني ياك شفتوني كيف راني نحرك كيما قلت لكم ملي تكون مقصوصه كبيره اي حساسه يعني بزاف دقدقوها وتبقاو تحركوا وتعاودوا تعودوا تجمروا فيها. شوفوا ونحطها تتجمر على نار قليله، نغطيها ونخليها تتجمر. شوفوا الكميه تاع المرقه اللي ها ماشي هذيك حتى تعود تعوم اكو تشوفوا ها خطره تعودوا تروحوا تصبوا لها المرقه حتى تولي تعوم، مش كيما الشخشوخه تاع الضفر نغطيوها بالمرقه مليح، هذه خليو لها هكا برك اكو تشوفوا. شفتوا الكميه اللي حطيتها كيما قلت لكم هذه راهي قيس كيلو تاع تريده. شوفوا الله يبارك هكا نخليها على نار قليله ونخليها نغطيها ونخليها حتى انت ما تزيد تشرب هذيك المرقه اللي حطيت لها ونحطها في صحن التقديم. شوفوا الله يبارك. شوفوا اي عجينه تقعد لكم تختوخه ولا رشته ولا تريده وتبقى لكم نقولوا تجيو تسخنوها في العشاء ولا الغدوه الغداء، ما تزيدوش ترجعوها في ديك الببوطه وتجمروا، حطوها في الكسكاس وفوروها تجيكم بنه يعني ما شاء الله. شوفوا بسم الله ما شاء الله شهيتكم في الجنه. جربوا الوصفه اكيد راح تصدق معاكم وراح تعجبكم. ما تنساوش كومونتير حبيباتي، وما تنساوش الجام فضلا وليس امرا، ما تنساوليش الجام. وشوفوا الله يبارك يعني تستاهل الجام. ونقول لكم بقاو على خير الفيديو القادم ان شاء الله.